مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من امال كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا نوع ديال عجينه البيتزا كتجي رائعه مقرمشه بحال اللي كنشريو من محلات البيتزا. لهاد عجينه البيتزا غادي نحتاج نص كيلو ديال الفرص، نص كاس ديال الحليب دافي، صفر بيضه غير الصفر بوحدو ما كنديروش البيض، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، مع نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، شويه ديال الزعتر وفينو والماس. كنبداو بالحليب هو الاول، عاد كنبداو نضيفوا الماس بشويه بشويه. كنضيف الملحه، الخميره، زيت البلديه، زيت الزيتون، كنضيف صفر بيضه، كنضيف الحليب، كنخلط. نقدر نديرها في الروبو او نخدمها بيدي اللي بغيت. كناخذ الماس، مبدئيا خديت كاس، كنزيد نضيف نقدر ندير نصف الكميه حليب ونصف الكميه والماس. صافي خدات ليا تقريبا كيس ونص ديال والماس. صافي كنضيف الزعتر، غادي ندور عليها واحد 10 دقائق. كتكون هكا، ما كتكونش قاصحه، كتكون بحال هذا الشكل هذا. دابا كنجمعها، كندهنها بالزيت بهذا الشكل هذا. كنغطيها مزيان، كنغطيها وكنخليها ترتاح واحد الساعه، عاد كنخدم بها. ها هي ضاعف في الحجم ديالها. دابا كناخذها كندير فينو، كنخدم فينو، ما كنخدمش بالفورس. كنغطيهم واحد 5 دقائق. كندير وحده بالوحده. نزلتها حتى ولا السمك ديالها هكا. بامكانكم تصايبوها باي حجم بغيتو، حجم كبير او حجم صغير. انا غادي نصايب لي ميني بيتزا. غادي
كامله. ودابا غناخد فورشيط ونتكها بحال هكا. سخنت الفران مزيان وغادي نديرها واحد 5 دقائق غير تشد راسها ونحيدها. هذه هي لاباط منين طابت، صراحه كتجي رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. دابا غادي نعمرها. غناخد الزيت، زيت الزيتون، ندهن بها هكا. غادي ندير لاصوص طوماط العادي اللي ديال البيتزا، سبق لي نزلتو في فيديو خاص بالبيتزا. دابا غادي ندير الموتزاريلا. دابا غادي ندير الكريفات من الفوق. يمكنكم ديروا كفته، ديروا الطون اللي بغيتو. ندير هذا شامبينيون، خديتو درتو دوزتو شويه ديال الزيت والملحه وزيتون كحل. اخر حاجه كناخد الفلفله كنقطعها وكنحطها هكا من الفوق صافي. وكنسخن الفران مزيان، كندخلها تكمل الطياب ديالها.